كلامك حلو قوي. كنت فاكراك دراعي اليمين، طلعت غشاش. لكن معاش ولا كان اللي يضحك على المعلمه سوسه. ده انا بنت المعلم ارقش. مين الظابط اللي ضحك على فتحي ابو قلب ميت وشغله معاه؟ قول اتكلم. مش هشغليلك ولا هقول لك يا سهوله، مش هشغليلك. لا هتشفي غليلي. لا لا مش هشفي غليلك. اتكلم يا معلمه. انا هتصرف معاه واخليه قر يالا. اتكلم. تعيش كلب وتموت كلب يا عمر. سيبهولي انا يا عمر. فتحي طيب مش هيهون عليه العيش والملح. انت نسيت المثل اللي بيقول لو صباعك عسكري اقطعه. اتكلم وانا هسامحك. اتكلم يا فتحي. هقول لك كل حاجه. الو. المقدم حسام عبد الله موجود من فضلك؟ ايوه انا. فتحي خلاص. فتحي مين؟ مين اللي بيتكلم؟ طبعا سيادتك تعرفني. خلينا في المهم. فتحي العميل بتاعك اتحكم عليه بالاعدام. بعد نص ساعة هتلاقي جثته في جبل الدراسة. في ايه يا حسام؟ الفطار جاهز. انا مستعجل اروح المكتب افطر هناك. شاهد المقدم حسام عبد الله؟ ايوه. الورد عشانه. الورد عشانك يا حسام. يا ترى لمين بقى؟ اتحكم عليه بالاعدام. بعد نص ساعة هتلاقي جثته في جبل الدراسة. هو انت برضه؟ ده انا كنت ناوية امشي بجنازتك النهارده. الاشرار اللي زيك هم اللي بيموتوا وبسرعه، لكن اللي عينهم على الناس وبيحرسوهم من اللي زيك دايما عمرهم بيبقى طويل. بتفكر في ايه؟ في الظروف. مالها الظروف؟ ما انت عايش احلى عيشة. لو عوزت الدنيا كلها هتبقى بين ايديك. انا مش عايز الدنيا، انا محتاج امان. مع سونا بس، مش مع حد تاني. لما طلبوا مني اخد الطار رفضت، اضطريت، اكلت وهربت وبقيت من مطاريد الجبال. احنا مش مطاريد، احنا متمردين على القانون والحكومة والبوليس. بتسمي الجريمة تمرد؟ لا، احنا مجرمين. ما تقولش كده. انا لما كنتش بحبك كنت اتصرف معاك تصرف تاني. وكنت هتعملي ايه؟ احبك تاني. كل ما تضايقني احبك اكتر. لازم تعرف كل الرجاله اللي حواليا اتمنوا تراب رجليا. اما انت انا ايه؟ بحبك.
متوقع يا فندم ان ده يحصل. سونا دي انسانه مش سهله، دي شطاره ولها العابها. فتحي مش هيكون اول واحد ولا هيكون اخر واحد. يبقى لازم تغير خطتك. بالطبع يا فندم. قول لي ايه طلباتك؟ محتاج لي ايه؟ انا محتاج للقانون. والقانون ماله؟ يساعدني. اذا كنت عايز تقتحم مكر سونا خد اذن من يدك. ده برضه مش كفايه. ما احنا ما نقدرش نعمل اكتر من كده. اللي زي سونا ممكن يفسد اي حاجه. ياما خدنا زوم من النيابه وكانت صح، والمحامين بتوع سونا افسدوا الاسم ده. بايه؟ بالقانون. يا حسام انا عايزك تفكر بعقل شويه، مش عايزك تتسرع. سونا هتقع. انا كنت متحمس زيك كده زمان، لكن لقيت كل حاجه محتاجه تفكير في الاول. ايوه موجود عندي. ايوه موجود. ايوه موجود المقدم حسام. تليفون حسام. شكرا. ايوه. بتقول ايه؟ في واحد خواجه عنده كميه بس عايز ثمنها بالدولار. بضاعه ايه؟ ايوه. وعينتها كمان. عايز كام؟ 250,000 دولار. جاه. والمكان؟ الساعه 12 ميعادنا؟ شكرا. في ايه يا حسام؟ ضبطيه جديده. شبكه ما بتتعملش الا بالدولار، الظاهر انها فرع من شبكه سونا. اديني راي صلاح. ايوه صلاح، بقول لك ايه؟ جهز الفرقه، احنا خارجين فيه مهم. بتقول ايه؟ فرحك النهارده؟ ما انا فاكر يا سيدي. ايوه مش هنتاخر. خلاص ممكن اجله سنه. بقول لك ايه؟ هنرجع بسرعه. الواجب الوطني اهم من الواجبات الشخصيه. بقول لك مش هنتاخر يا صلاح. انا هاجي معاك وهحضر الفرح وهنقط. يلا مع السلامه. اهلا يا خواجه. اهلا يا حبيبي. جاهز؟ اتفضل. ارمي سلاحك. ارمي. والله وقعت يا خواجه. كل ارمي سلاحه. ارمي سلاحك. صلاح خدت العربيه. صلاح ارمي. امبارح احنا بنشتري فستان الفرح، كانت فرحانه وسعيده. حبنا كبر وقلنا خلاص هنتجوز. تعرف انا كنت هزعل قوي لو ما دخلتش اكاديميه الشرطه. ليه؟ بصراحه كنت بغير منك. مني انا؟ ايوه، لما كنت بتدخل الشارع كده وانت لابس بدله اكاديميه الشرطه كنت بحس بحاجات كتير قوي. زي ايه بقى؟ كان نفسي ابقى ظابط عشان ننفذ القانون صح. ما انت خريج حقوق ودرست القانون كمان. قانون يا صلاح هو الحياه، احنا رسم القانون وبس، لكن لازم يتنفذ صح عشان ناخد حقوق الناس. عشان كده انا كنت بغير منك، كنت لابس بدله ظابط. انت بتغيري مني بقى ولا من البدله؟ كنت بغير من البدله لانها واخده جزء مني. بتحبيني يا نورهان؟ يا سلام، لو سالت نفسك انا دخلت الكليه ليه كنت هتعرف اجابه السؤال يا استاذ. انا بحب الحق، بحب الناس، بحب الغلابه والمظلومين. كل دول؟ اه. طب وانا؟ انت كل حاجه عندي.
تنساش يا حضرة الكومندان تبقى تزورها تقول لها صلاح كان بيحبك قوي. انت عملت اللي عليك يا صلاح. اوعدك ان انا هفضل وراهم واحد ورا التاني. الدموع ما تصحيش ميت، دي لغة الضعفاء يا حسام. اخر كلمة قالها لي انه كان بيحبها قوي، وهي كانت بتحبه. كان نفسه يساعدها. اللي زينا لازم نفهم نروح على كفه. احنا مش ملك نفسينا يا حسام، احنا ملك الملايين اللي مسؤولين عن راحتهم وامنهم وامانهم واستقرارهم. بس بقى ازاي هنتعامل معاها مش عارف. الحقيقة لسه بفكر. دي ست مجرمة شديدة الذكاء يا حسام، عندها امكانيات مادية وبشرية ضخمة. يا اما كان ليا مع عرقش ابوها صولات وجولات، ولا معها اقط دوختنا سنين طويلة على بال ما قبضنا عليها متلبسة. واحنا مستنيين هي يا فندم. ما احنا ممكن نقبض عليها بتهمة قتل فتحي والرائد صلاح وشرطة قتلنا كمان. والأدلة؟ مفيش دليل طبعا، والقبض عليها دلوقتي هيبوظ خطتنا، واحنا لازم نوصل للشحنة اللي هربتها سونا جوه مصر. ده نص طن يا حسام، فاهم يعني ايه نص طن؟ فاهم يا فندم. لو توزعت الكمية دي على تجار المخدرات نص شباب البلد هيبقى مدمنين. وده اللي يهمنا دلوقتي، لازم نوصل لمكان الشحنة من بينها قبل ما تنزل السوق. فتحي كان خلاص هيعرف مكانها ودلنا عليها. راجل البوليس ما يعرفش كنا وكان. احنا لينا واقع، ما نبصش لورانا، نبص لقدام على طول. ده صحيح، بس كل الخيوط اللي كانت في ايدينا اتقطعت، ومحتاجين ان احنا نزرع مكانها خيوط جديدة. ودي مسألة هتاخد وقت ومجهود. ولو اتسرعنا سونا هتشك في اي حد ممكن نزرعه بين رجالتها زي ما حصل قبل كده. عشان كده لازم نفكر بعقل وتراوي. مش بعقل بس يا فندم، الطريقة كمان لازم تبقى مختلفة تماما. ممكن ساعتها تديني 24 ساعة بس اختم فيهم بنفسي وافكر كويس. مش اكتر يا حسام، التأخير مش في صالحنا. عارف يا فندم. احمد تعال اقعد، تعال اقعد جنبي. تعالى خش يا معلم احمد. اقعد يا معلم. صحيح المثل اللي قالت من وز عوام طلع زي المعلم ابقش الخالق الناطق. لا، المعلمة احلى بكتير. عشان كده لازم اخد بطاره من الحكومة. ربنا يديك طولة العمر. تاجر المخدرات اللي اعدام عنده اهون من مؤبد. معلمة قطقط لما جم يقبضوا عليها ضربت نفسها بالرصاص يا معلم. بس انا خايف عليك بعد حكاية الواد فتحي ومحاولتك قتل رئيس المباحث والعربية اللي مسكت الضابط. وايه يعني؟ هم عندهم دليل؟ ما انت عارف يا معلم، المتهم بريء طالما مفيش حاجة ضده. ولو حد قرب مننا عندنا 60 محامي يترافعوا عننا ويجيبوا لنا من الحكومة تعويض. بقول لك ايه، ما تهدي اللعب معاهم شوية عشان تقدري توزعي البضاعة. ما انا مهدياه، بس انا بناغشهم. البضاعة في الحفظ والصون، بس وانا بناغشهم اقدر اوزع بضاعتي. وامتى؟ اما يقول الاوان. والاوان ده هيجي امتى؟ افتح المندل وانت تعرف يا معلم. ليه؟ هو سر؟ طبعا سر. علي انا؟ ما هو السر يا معلم لو عرفتني ما يبقى سر. وانت بقى هترضى عني؟ ارضى عنك. بأمارة ايه؟ جبت لي الاسوار يا عباس؟ قلت لك اجيبها لي من عينيا الاثنين. معلش يا معلم عباس، معلش اصبر على جرك السو، يا يرحل يا تجيله تأبيدة. لا، اعدام احسن. الو، ايوه، مين انت؟ ايه الشغل دي؟ موجودة. تليفون عشانك يا معلمة. ايوه، رجالتي هيجوا الصبح يستنوه في المطار. مع السلامة. قرايه يا معلمة، ايه اللي حصل؟ مفاجأة ما كانتش تخطر على بالي ولا كنت استناها. ايه، الفلوس شم حاجة؟ فلوس ايه يا معلم؟ ده شغل.
عباس اموري عدوة علينا معلمه. يلا قوموا انتوا روحوا ارتاحوا عشان تيجوني الصبح بدري تخلصوا لي مهمة. الصبح بقول لكم عليها. يلا يا رجاله. ربكتني، ايه اللي حصل؟ معلش ان سعادتك عارف ان انا متحمس لموضوع سونا ده، ومش ممكن هنام ولا يهداني بال غير لما انفذ اللي في دماغي. وايه يا ترى اللي في دماغك؟ انت عارف سعادتك ان سونا ممكن تشك في اي حد ممكن يزرعه برجالتها. وانا معاك في الرأي ده. علشان كده لازم نفكر المره دي بطريقه مختلفه تماما. واضح. ايه راي سعادتك لو خلينا العميل بتاعنا المره دي من الجنس اللطيف؟ يعني ايه؟ اقصد ان احنا ممكن نختار ضابط شرطه او اكتر يكونوا معانا في المهمه دي. بس دي خطة خطيرة ونتائجها مش مضمونة. الاعتماد هنا على كفاءة الضابطة اللي هنزرعها داخل عصابة سونا وطريقتها عشان ما تثيرش الشك فيها. الحقيقة دي محتاجة خبرة سعادتك. استخدم خبرتي زي ما انت عايز يا سي حسام، ما دام في سبيل المصلحة العامة. سعادتك اشتغلت في أكاديمية الشرطة وشاركت في تخريج دفعة من ضابطات الشرطة. أنا عايز سعادتك ترشح لي منهم 2 أو 3 يكونوا أكفاء. بس دول هيكونوا تحت مسؤوليتك. طبعا يا فندم. الحقيقة أنا ليا طلب كمان. اطلب. أنا عايزهم يفهموا إنهم مجندين لمهمة محددة، الإيقاع بسونا وعصابتها والوصول لمكان شحنة الهيروين قبل نزولها السوق. ايوه موجود. تليفون عشان. الو. ايوه يا حسام. ايه؟ بتقول هيوصل بكره الساعه 7؟ اوكي، مع السلامه. يا جدع اطلع خالص. يا اعمى. ايوه اعمى. ايه رايك بقى انك انت قليل ادب ومش محترم؟ قصدك ايه؟ انا مش محترم؟ ايوه استنى يا عباس استنى. ايه ده يا عباس؟ ايه ده امال؟ هبدا اعصابك امال. يعني قصدك ايه؟ قصدك ايه في اللي انت بتعمله ده؟ انت مش محترم. انا مش محترم يا منير. انا استنى بس. انت بتتكلم من الشغل اللي احنا رايحينه بقى بيسو. اهدى كده خالص. امسحها فيا يا عباس. طيب اتكل على الله روح الله يرحمك. انا مش رايح ومش هروح. قلنا روح. بقول لك مش هروح. يا منير يا منير يا منير. عجيبة أول مرة الناس دول ما يبقاش عربية. ازاي يا باشا؟ أو كل واحد بياخد نصيبه. تبقى فوقك وتسلم لغيرك. مش يمكن ليها نصيبك من معاك لقمة؟ على فين إن شاء الله؟ الهيلتون يا أسطى. ماشي. الهيلتون. أنا عايز مكان أستريح فيه. تحب شقة ولا فيلا؟ فيلا حبيبي فيلا. ويا ريت تكون فيها بسين. مش واطي يا صاطي. لا وقت يا اخواتي. طلبك موجود وكل شيء جاهز. ازاي ده؟ سبتوهم ليه؟
معلمه الراجل كان غاتت قوي وكان غريب خالص. مش قلت لك اروح معاهم؟ يا حمير دول بوليس. المهم فواز خان راح فين دلوقتي؟ تليفون يا سون. الو انت فين يا اخي؟ الوقت وسلام. انا عايز تجيلي دلوقتي في الفيلا على سرعه المرسيه. هبعت لك السواق اللي وصلني دلوقتي ورقم سيارته 332 اجرة القاهره. 332 مش ممكن تكون ده عربيه اجر. دي من الحكومه. بقول لك ايه، انا جايه لك حالا. اموري يا تفتح عينك كويس قوي على الاخر يا ست الكل. حضرتك بتاع فيلا المروسيه؟ ايوه يا هاني. سواق خواجه؟ ايوه يا هاني. قدامي. عينيا. النقيب نورهان صادق، جمالها رائع، بتهتم بزينتها ونقتها في اوقات كتير. بيختفي وراء رقتها وجمالها ده اراده قويه وقدره هايله على التعامل مع المجرمين اللي دايما بيخدعهم جمالها. خبيره في اطلاق الاسلحه الناريه. نقيب هدى عمران شخصيه قويه حازمه بتجيد لعب الكاراتيه واطلاق الرصاص. ملازم سمارة عثمان حاصلة على دورة تدريبية في أمريكا. أهلا وسهلا بيكم. أنا اخترتكم أنتوا بالذات لأن الكل في وزارة الداخلية أشاد بقدرتكم وإمكانياتكم. العملية اللي هنشتغل فيها سوا دي مش سهلة. عملية صعبة. اسمها وكر الذئب. اكيد طبعا عمليه خاصه بتهريب المخدرات والاتجار فيها. تمام. أنا ما عنديش أي شك إنكم هتكونوا عند حسن ظن المسؤولين. انتوا هتساهموا في تخليص البلد من شر اخطر تاجرة مخدرات في مصر. انتوا عارفين اول مكتب لمكافحة المخدرات انشئ في مصر سنة كام؟ سنة 1929. وبكده تبقى مصر اول دولة في العالم واجهت المشكلة دي بقوانين تشريعية واجهزة للمكافحة. ومع ذلك فمصر حسب احصائيات في العالم تعتبر ثاني دولة في استهلاك المخدرات بعد امريكا. ده صحيح. بس اللي انا عايزكم تعرفوه كويس بقى ان العصابات اللي هنا في مصر بتتعامل مع عصابات دولية. حجم استثمار العصابات دي من تجارة المخدرات بلغ آلاف المليارات من الجنيهات. واحنا بالذات دولة مستهدفة لتدمير اقتصادها وقوتها البشرية. وده اللي خلى المشرعين يشددوا العقوبة اللي وصلت دلوقتي للإعدام. طب وايه الحكمة لاختيارنا احنا بالذات للمهمة دي؟ مع ان الوزاره فيها ضباط على كفاءه اكبر لضبط التجار والمهربين. فعلا دي اسئلة محيرة ومحتاجة الاجابة. أسئلة مهمة فعلا، بس الإجابة عليها بسيطة. تجار المخدرات في مصر عندهم قوائم بأسماء وصور أغلب ضباط مكافحة المخدرات. وعشان اقتحام أي معقل من معاقلهم بقينا محتاجين للحيلة والمكر والدهاء. وعملية زرع أي ضابط عندهم في معاقلهم دلوقتي بقت مش سهلة، وبتعرض الضباط دول للقتل. معنى كده ان احنا وجوه جديده بالنسبه لتجار المخدرات، وبكده يبقى سهل جدا ان احنا نزرع عضو مننا في اوكارهم ومن غير ما يعرفوا. ده صحيح، بس مش معنى كده ان العمليه هتكون سهله، لا دي خطيره جدا، واقل غلطه فيها ممكن تعرضنا كلنا للموت. الخريطه دي لحي البطنيه اللي فيه وكر الذئب، المفروض ان احنا نضبط كل المقيمين فيه. انا كنت فاكرة ان احنا خلاص قدرنا نطهر الحي ده من تجار المخدرات والفساد اللي فيه. بس يا فندم ده في هناك نقطة شرطة دايمة لحماية الحي دوت من تجار المخدرات. من نتيجه مداهمه ضباط المكافحه الحي البطنيه تم القبض على اغلب التجار، لكن البعض الاخر قدر يهرب لاحياء مجاوره زي الدويقه والدراسه، وبعضهم اتجه للمهندسين والهرم ومصر الجديده والمدن الجديده عشان يبعدوا الشبهات عنهم. بس دلوقتي ظهرت اسطوره جديده في عالم المخدرات. هي مين دي؟ الاسطوره دي اسمها سونا. سونا دي عايشه في بيت اشبه بالقلعه. الحراسه عليه ليل ونهار، حتى السور بتاع البيت مكهرب، واللي يقدر يعدي السور هيقابل كلاب شرسه ومتوحشه. دي ست مكرة وداهية. معنى كده بقى من المستحيل اقتحام بيتها؟ سونا مثل للقسوه، ما بترحمش اي حد من اعوانها لو غلط غلطه او اي هفوه صغيره. لا دي مساله لازم تتحسب بعقل. طبعا. واخر حاجه ارتكبتها انها قتلت واحد من رجالتها
المهمين جدا لما شكت انه بيشتغل مرشد معاه. غير كده انها سببت في قتل رائد صلاح وكتب كتاب. ايوه بس معنى كده اي محاولة لضبط سونا فيها خطر عليه يعني كمان. مظبوط، انا رأيي كده برضه. دي سونا عشان تعرفوا شكلها كويس. طب وازاي هنقدر نقبض عليها دي؟ معنى كده يا فندم توجد خطة لتنفيذها؟ وازاي؟ ما تستعجلوش. المهم مش القبض على سونا، المهم هو ضبط كمية الهيروين اللي متخزنة جوه بيت سونا. احنا جات لنا معلومات أخيرة إن في كمية هيروين وصلت من بره ومخزناها في بيتها. معنى كده يا فندم يبقى مطلوب واحدة أو اثنين يدخلوا بيت سونا لاكتشاف المطوة اللي بتخبي فيه المخدرات. برافو عليك يا إيمان، هو ده بالظبط اللي كنت بفكر فيه. أنا بفكر أزرع واحدة منكم جوه بكر سونا باعتبار إنها مدمنة. مدمنة؟ بالظبط، دي الطريقة الوحيدة اللي هتخليهم ما يشكوش في اللي تدخل جوه البكر. طب يا فندم ازاي هتتم عملية الزرع دي؟ هو ده اللي أنا جمعته دلوقتي عشان نتفق عليه. الحساب والعتاب مش دلوقتي. لازم تعرف ان البوليس اللي جابك هنا. بوليس؟ وازاي عرفت؟ ده المقدم حسام عبد الله، رئيس قسم شعبة مكافحة المخدرات، وده عدوي الوحيد. يعني انت دلوقتي كشفت؟ ده انا سونا، محدش يقدر عليا. طبعا سونا. المهم انك لازم تسيب الفيلا فورا. بالعكس، طول ما انا هنا هو هيطمئن وهعرف اتصرف معاه، بكره شغلنا يمشي كويس. يعني حسام وقع نفسه في الغلط. ايه مالك؟ العملية المرة دي واضح إنها مش سهلة. المافيا مهتمة بيها لدرجة إنها بعت واحد من أخطر رجالتها، فواز خان بنفسه. ومعناه ايه الكلام ده؟ معناه إن العملية أخطر مما نتصور، لدرجة إن المافيا اهتمت وبعتت فواز خان. انا عاوز افهم يعني ايه دوري بالظبط مع فواز خان؟ أنت لسه بتسألي على دورك؟ نفس اللي فهمتهولك بالظبط. أنت شغال عندهم في البيت، عينك على كل تصرفاتهم، ودنك بتلقط كل كلمة بتتقال هناك. بس متهيألي ده دور سهل جدا. بيتهيألي. خلي بالك. خلي بالي من ايه؟ احنا داخلين لفواز. فواز ده مش سهل، خطير جدا، ممكن يتشكك في اي لحظه. طبعا، وانا اخترت طعمتك. يلا. تأخرت كتير يا عبد الله. معلش يا خوازم، انا عشان اجيب حد يشتغل عند حضرتك لازم انقي وادور على المظبوط. تجيبني، انت ممكن تسافر معايا بره وتشتغل في شركاتي. يا ريت يا خوازم، جاي على كتفك يا سلام. والحلوه اسمها ايه؟ زهرة. زهرة؟ زهرة الياسمين، زهرة البنفسج، زهرة الخشخاش. يعني ايه خشخاش يا خوازم؟ في حد ما يعرفش زهرة الخشخاش؟ لا انت ايه اسمك ايه؟ عبد الله يا خوازم، عبد الله. عبد الله. هو الراجل ده ماله؟ ما تقلقيش. مع السلامة. انت بقى اسمك ايه؟ عبد الله يا خوازم، عبد الله. مع السلامة يا عبد الله. زهرة. نعم. خلي بالك مع الخواجة، اوعي تلاقيه في حاجة. لا ابدا. لو عرفت حاجة كلميني، انا هروح لامك على طول. ها، جاهزة يا فندم؟ تمام يا فندم. وحقن الجلوكوز. حافظ التعليمات كويس. هبدلها بالحقن المخدر اللي انا المفروض اخدها، وجهاز الارسال هخبيه في كعب الجزم. اتفضلي، خلي المسدس ده معاكي، خبيه في اي حته. بس خايفه لحسن يفتشوها لما تروح بيت سونا. ما تخافيش يا ستي، انا هتصرف. طب خلي المصحف ده معاكي يحميكي من اي شر ان شاء الله. ان شاء الله. يلا. ربنا معانا جميعا. ربنا معاكي. ربنا معاكي.
يلا. انا خايفه عليها قوي. ما تقلقيش، ربنا معاها ومعانا. يلا كده. الفلوس يا عينيا، قالوا لك عليا كمثري. ما معيش فلوس، ما معيش فلوس. ما دام ما معكيش جايه ليه؟ وسعي يا اختي عشان نشوف غيرك اللي ما معهوش. ما يلزموش يا عينيا، وسعي بس. انا بنت اكيد يخرب بيتك. تفكر ولا طلع روحك؟ بنت المخنونه هتخنقني. الحقوني الحقوني يا معلم عباي. يا بنت هتخانق يا باي. يخرب بيتك. ايه في ايه؟ المعلمه جت بقى، في ناس بتطلع على الكوع. فين دي؟ ورايا رجاله. حاجتها صغيره ليه ده الرجال؟ في واحده عايزه تشم دي، تبين عليها واحده لوحدها. قولي لا واقفه كام؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ ده المعلم عباس يا بنت. بس انت اهو. ايه ده يخرب بيتك؟ ايه ده؟ ده رجالتك دول. ايوه رجالتي. ها يبقى هات لك حريم المره الجايه يمكن يستحملوا الضرب. انت مين؟ الله، هي ايه الحكايه؟ وانا اسيب المباحث بره ليه هنا ولا ايه؟ كل شويه تحيه انت مين انت مين؟ يعني انت عايزه ايه بالظبط؟ الله، يعني اكون عايزه منك ايه يعني؟ طالبه الارض من ست والدتك، طب لو شكلك عادل اسكن ولا يعني؟ الله الله، ده هتغلط. حاسب منها يا معلم، ده ايدها طويله زي لسانها، كانت عايزه تذكرتين ببلاش. ايه فاتحينها جمعيه؟ بس يا ما فاتش جمعيه. الله، ما معيش فلوس يا ناس، ما معيش فلوس، وعايزه اتصدق ما معيش فلوس. لا يخرب بيتك يا بلبل يا طويل، بس انا لو ما كانش اتنفس البلبل الطويل ما كانش ده يبقى حالي. اهو بقى يومين مبسوط في السجن. بتعرف بلبل الطويل يا معلم، والظاهر كانت بتتعامل وياه قبل ما يقبضوا عليه. بس انا ما شفتكيش عند بلبل قبل كده في روكسي. ما هو لو كان لك عينين تشوف بيها زي كل الناس كنت شفت. مش عيب يا معلم ترفع مسدسك في وش حرمه؟ تبين عليها بنت سوق يا معلم. لا يالا، بنت حند. وازاي يا حند؟ ابن نكته. خد يا معلم، مسدسك ده ما يلزمنيش. انا محتاجه شمس نفوخ هيطق، مش قادره. طب اسمعي، انا هديلك كل اللي انت عايزاه، هعمل لك كل طلباتك، بس تعالي ورايا. اجرك اجرك فين يا اخويا؟ ولا انت فاكرني واحده من اياهم؟ ده انت قد ايدك بتتمد عليها، ده انا اكسرها لك واخرم لك عينك التانيه. طب اسمعي بس، انا هديلك طلبك وهعمل لك كل اللي انت عايزاه، بس تعالي ورايا. اجرك فين يا تعالي ورايا بس. اوعى تعال. يلا يلا خد هو في طابور يا حمار منك له. جاتكم البلاء والبلاء، ده واحده تعمل فيكم كده؟ امال لو كانت فايه كانت عملت فيكم ايه؟ جاتكم البلاء والبلاء. امشي بقى يا الله. يا ترى الراجل ده واخدني مودينا على فين؟ يا ترى هيودينا عند سونا؟ يا جوز امشي امشي قدامي. لله. تعرف انك حنين؟
عارفه مين ده؟ ايه يعني هيكون مين؟ ده الحاج محمود الحسين. مين الحاج محمود؟ ده كان اكبر تاجر قماش في الحمزاوي كله. شفت المخدرات عملت فيه ايه؟ خليته باع كل اللي وراه واللي قدامه. دلوقتي بيمد ايده للي يسوى واللي ما يسواش عشان خاطر لقمة العيش. بس على فكرة حلوة. ايه؟ احنا بيع صافي بس ما نستعطوش. يعني محرم علينا. ما هو واضح يا حنين. امشي قدامي. يا جدع خليك حنين. خش يا جميل. يلا بسرعة. هريحك حالك. اديني دراعك يا جميل. لا انا بتشنى يا حبيبي. الله الله الله. انا دي نفسي. تعال. ايه؟ تعال. دين وجهك. بالشافة يا جميل. يا معلمة. دي خدت الإبرة بنفسها. دي طلعت مدمنة بنت مدمنة. أمور يا قمر. خلي بالك منها، انا هوصل مشوار واجي. دي في عينيا. ها ايه الاخبار؟ تمام. نورهان دخلت وكر سونا وكده انا اطمنت. الحمد لله. ناقص بس اطمن على هدى. بقول لك ايه، افتكر ان مفيش حاجه ممكن تحصل من النهارده لغايه بكره الصبح. انت ممكن تروحي تستريحي شويه. سيادتك. انا اروح المكتب، لازم ابقى على اتصال بيهم علشان يمكن يحصل في الامور شيء جديد. وانا مش ممكن اسيب سيادتك. انت قلقانه كده ليه؟ قلت لك اطمني. بكر الذئب ونادي. هم المهمين. المهم فواز. يلا بينا نحاول. يلا بسرعه. انكشفت عملية النقيب هدى عمران. البوليس في الطريق إليك. في عربية هتنتظرك خلف الفيلا. يلا. يا مفتريين. اعمل لك ايه حتى الميتين مالهمش حرمة عندكم؟ زيزي اعمل لك ايه يا زيزي؟ طيب. خدي عالتوقة. نعمين يا معلم. معلمة راحت مشوار وزمانها جاية حالا. تيجي بالسلامة يا معلم. تاخد دي تطحنها وتخلطها مع البودرة.
في سؤال شاغل افكاري ومحير احيار يا معلم. قول يا فصيح. بتاعت مين دي يا معلم؟ يا اخي بتاعت صاحب نصيبها بقى. المهم دي كان هيبيعها سيد التربي لواد من بتوع كليه الطب عشان يذاكر عليها، رحت انا واخدها بقى عشان نطحنها ونحطها مع البودره. عشان تذاكر عليها يا معلم؟ لا وانت الساد يا فصيح، عشان اعملها تذاكر. تذاكر تنجح يا معلم. لا عشان ياخد الاعداديه معاه. المعلم راجل جدع ما ياخدش حاجه بتاعت حد. ايه يا عباس، ايه اللي جاب الراجل ده؟ زي ما انت شايفه كل شويه ملقح جتته على يا الخدمه. رجاله جهزت الطلبيه بتاعتي؟ طلبيتك جاهزه يا معلم زهران، بس انت روح واحنا هنشيعها لك. لا انا بحب اشيل بضاعتي بنفسي، اصل اللي له عينين غير اللي له عين واحده. ياه، ما هو في ناس ليها 4 عيون ومع ذلك ما بتشوفش خالص. رايحة فين يا حلوة؟ عايز زهرة طبعا. قولي لي كنت رايحة فين بس؟ ابدا جوع راسي، فكنت بدور على اي حاجه كلها. غلطة ومش هتتكرر. غلطه؟ ده انت ضيفتنا يا حلوة، أقل حاجة نعزمك فيها على الغدا. ثواني وأنا هحضر لك الغدا بنفسي. عباس، محمود أنور. امرك يا معلمه. معلم زهران، خد بالك منها كويس قوي على ما احضر لها بنفسي الغدا. امرك يا معلمه. يا بنت حلوه قوي، احلى من خالتي وهي شابه. اوف. هو في حاجه حصلت يا فندم؟ فؤاد اختفى بعد اللي حصل امبارح، اختفائه ده زي السكون اللي بيسبق العاصفه. وبعدين يا فندم؟ سونا خبته في مكان ما نعرفوش ورجعت الفيلا. معنى كده انها ممكن تشك في نورهان. مش بالظبط، بس انا قلقان عليها قوي. نورهان بقى لها اكتر من 12 ساعه دلوقتي مفيش اي اتصال بيننا وبينها. وده معناه ايه ده؟ يا ترى ايه اللي بيدور في دماغ سونا دلوقتي؟ واضح ان الايام الجايه دي خطيره. انا حدي امر القوات انها تبقى جاهزه لاقتحام الوكر في اي لحظه، بس بعد ما نورهان تتصل بينا عشان تقول لنا مكان المخدرات فين. يا ترى هي ما اتصلتش بينا لحد دلوقتي ليه؟ تقصدي ايه؟ مساكني أكل مش عاجبك ولا ايه؟ ده انا طبخهولك بايديا. ما قلتليش اسمك ايه؟ اسمي؟ اسمي سعاد. ممكن اشوف بطاقتك؟ بطاقتي؟ بطاقتي نسيتها في البيت. غريبة، مع انك قلتلي ماليش بيت. ما هو ايه؟ فين الحقن اللي كانت في ايديكي؟ دي زي ما تكون اتمسحت. اتمسحت ازاي؟ اثار حقن مزيفة. وانت كمان مزيفة؟ قصدك ايه؟ القصد باين يا حلوه، والجواب باين من عنوانه. قصدي من ساعة ما شفتك وانا شامة ريحة شياط. مناخيري دي ما تشمش غلط ابدا. البوليس لعبها حلوه قوي المره دي. وبعت لك بنت حلوه مش ممكن تشك فيها، ولهبل بسلامته اكل الطعم. اوعى انت اهو. كمان مسدس يا بنت الجنية. فين الفتشيكي حتى يا بيت؟ كنت شايلها فين ده؟ ما عشان بالصوت يحتسونا. اختي دي ما تقعش ابدا. تحضري ايه في الاكل؟ عارفة الأكل اللي كلتيه ده مش بس البوليس اللي بيخطط يا حلوة، احنا كمان بنعرف نتكتك حلوة قوي. ده في شمة بودرة هتنسيكي اسمك. سيبوني عليها، اخد بطاري منها، اعدمها.
شفت يا قمر غباوتك عملت فينا ايه؟ مين عارف بلغت البوليس عن ايه؟ يا غباوة معاك، دي خيابة. العيب مش عليها يا معلمة، العيب على رجالتك اللي ضحكت عليهم وجابوها لغاية هنا. اقتليها وخلصينا منها يا معلمة. لا، لازم البوليس يعرف اللي داخل هنا مفقود. خدها علقها، عايزة اتمتع وانا بشوفها بتلف على العجلة. وكر الذئب تنادي، عملية وكر الذئب تنادي. مفيش فايدة، مفيش حد بيرد. يعني ايه؟ يجوز كشفوها؟ انا خايف على النورهان قوي، ده اللي انا كنت خايف منه. معلش هحاول مرة تانية. عملية وكر الذئب تنادي، وكر الذئب تنادي، حول. الله على متعة النظر. ايه رأيك يا حلوة؟ كلاب. انا عايزة قلبك يبقى ميت، فاهمني؟ اعور. مور يا معلمة. انقلها لي على اوضة الكهرباء. عينيا يا معلمة. تليفون يا سونا. ايوه مش فواز، انا عايزاك ضروري حالا دلوقتي. هبعت لك العربية. باي. ازيك؟ كمان يا جدع. يا معلمة. يا معلمة زق يا جدع. افرج. شطر عليا يا اختي. عملية وكر الذئب تنادي، وكر الذئب تنادي، حول. كده يبقى نورهان في خطر، احنا لازم نتصرف بسرعة قوي يا فندم. حلوة. ما قلتليش يا حلوة، البوليس يعرف عننا ايه؟ الشجاعة مش هتنفعك. هما جايز يدوكي جايزة، بس هيحطوها على مقبرتك. البوليس عارف مكانك وهيجيب خبرك يا مجرمة. عبدوها. عينينا يا معلمة. كتر المية وزود الكهرباء عاد. عينينا يا معلمة. كنتش عارف ان المعلمة سنة قاسية بالشكل ده. هي ايه؟ قلبها حجر؟ قرب بس، بكرة تجرب قسوتها. بس ايه؟ بعد الحجر ما يلطك. ما قلتليش برضه، البوليس يعرف عننا ايه؟ قلت ايه للبوليس؟ ماتت؟ نفوقها لك يا معلمة. لا يا واد، عبدوها. عمينا يا معلمة. انا معلمين. دور يا معلمة. نزلوا لي اوضه السرداب. رجعها لك يا حلوه. اموره جميله انت. خد يا حلوة. استعدوا يا جماعة، احنا لازم ننفذ الخطة الاحتياطي لاقتحام بيت سونا فورا. في ايه يا فندم؟ مصادر السرية بلغتني ان سونا كشفت امر نورهان. تكون سونا قتلت نورهان؟ قتلت؟ لا مش ممكن، لغاية دلوقتي مفيش معلومات مؤكدة بتقول كده. احنا لازم ننقذها في الوقت المناسب.
انت تأخرت كتير، اعطيناك بضاعة $1,000,000 عشان تحطها في المخازن كل الوقت ده. اعمل ايه؟ ضباط المكافحة كلهم واخدين بالهم مننا اول اليومين دول. انت وبعتولك ظابطة البيت، انا وبعتين لي واحدة بتتظاهر انها شمامة عشان تعرف اخبار البيت كله. ما كل ده من خطأك انت. تخافش عليا، عشان كده انا ما جبتش الشحنة كلها، جبت جزء منها. كان لازم ما تبيعش منها حاجة، ده بيلفت النظر عليكي. انا مش عاملة كده عشان اكسب، عشان رجالة المكافحة ما يشكوش فيا، يفتكروني تاجرة صغيرة ومش بشتغل معاكم. وايه اللي هتعمليه مع البنت الضرس دي؟ طبعا هقتلها. مش معقول كل حاجة عندكم قتل. انا مش بحب اشوف لون الدم. يا صافي، شغلنا لازم يكون في دم. رجال الاسعاف ولاد الجنيه دخلوا لحد هنا وضحكوا على كل النضرجيه. قطعوا كهرباء عن الحي كله عشان خاطر الرسول ما يكهربهمش يا معلمه. انا هبقى اشوف ايه بره. طب ورجالتنا؟ مش يقدروا يقاوموا يا سونا، انا مش ممكن اقع بالسهوله دي. ما تخافش من فواز، انا عامله حسابي. مش يخاف ازاي؟ ده لو وقع يبقى فيها كارثه. امشي قدامي. مش هتقدري هتتهزي يا سونا. محمود عطاك دعوة فين؟ والراجل بتاعي انا فين؟ احمد اجري شوفه بسرعه. يلا يا جدعان، يلا يا رجاله بسرعه. امشي قول قدام. مفيش حاجة؟ أمن هنا ورايا. الظاهر ان سونا ورجالتها هربوا. هربوا ازاي؟ ومنين؟ مش بعيد ان البيت يكون له سرداب بيخرج على اي مكان في الجبل. يعني ايه؟ واضح ان احنا وصلنا متاخرين. ونورهان؟ لو كانوا قتلوها كانوا سابوا الجثه هنا، انما واضح انهم اخدوها معاهم. الظاهر البيت ده زي بيت كحة، في 1000 سرداب. مفيش فايده من وعدنا هنا، لازم نتصرف قبل فوات الاوان. يلا. محدش قالك تيجي القصر مش الفواز. انت السبب. انا؟ ايوه، البنت الطابت ضحكت عليك وعلى رجالتك وكان ممكن نقع بسهوله. بس احنا شمينا ريحتها بسرعه، اصلنا بنشم ريحه البوليس من على بعد. بس انا مش فاهم ايه اللي خلاك تجيبيها، كنت سبتيها هناك احسن. غريبه، انا كنت فاكره رجال المافيا بتفكر اكتر من كده. لو كنت قتلت البنت دي كان زمان البوليس كله مقلوب ضدنا. انت ما تعرفش البوليس المصري لما بيفضل يعمل ايه؟ ليكي حق،
طول ما البنت دي تحت ايدينا احنا في امان. ممكن توضح لي كلامك؟ البوليس من السهل عليه يعرف مكاننا، لكن مش السهل عليه يدخل يقبض علينا. عارفه ليه يا سونا؟ لان محاولته هيكون ثمنها غالي، موت الضابط طبعا، وانت عارفه انه يهمه حمايه افراده ومن غير دم. تقصد ايه؟ طول ما البنت دي في ايدينا هيخافوا يقتحموا المكان، ونقدر نوزع البضاعة على تجار الكبار تحت وسمع البوليس، وبعد ما نخلص عمليتنا نقدر نخلص منها بسهولة. انا مش غبية عشان اسيبها في مكان بيراقبوا البوليس، عشان كده جبتها هنا، مكان امين وغير معروف. برافو عليك يا سونا، انت عقلك جبار، ولو اصبحت عضو معانا في المافيا يوم من الايام هتبقى الزعيم. ما انا هنا مافيا لوحدي وبرضه الزعيمة. طب والبضاعة يا سونا هتتصرف فيها امتى؟ الليلة بعد نص الليل. انا متفقة مع التجار كلهم يجي يستلموا البضاعة من هنا، وبكرة الصبح هتبقى البلد كلها مليانة هيروين هيروين هيروين. يا فواز برافو برافو يا سونا، هو ده اللي احنا عايزينه. الاسعار كام؟ زي ما اتفقنا، هيكون السعر متهاوت، نص سعر السوق، عشان كل الناس تيجي تشتري مننا. عظيم، وكده يزيد عدد المدمنين في البيت، في المصنع، في الجامعة، وشعارنا دايما شمة لكل مواطن. ما قلتليش ميسي فواز، انتوا ليه اديتوني البضاعة برخص التراب؟ مع اني انا عارفة كويس قوي بتبيعوا الدبل في اي بلد. السؤال ده بالذات ملوش اجابة عندي يا سونا، كان ممكن ندي بضاعة لتاجر غيرك، انما عشان بنثق فيك، انما اسئلتك الكتيرة دي هتخلينا نغير رأينا. لا مفيش داعي. تعجبني، انما لازم نخلص من الشحنة دي وكلها. علشان احنا بكره الصبح لازم نكون في المطار، لازم نغادر البلد دي بسرعه. احنا ورانا ارتباطات كتير. بس هتسافروا ازاي؟ البوليس مراقب المطارات والمنطقة كلها. ولا يهمك، انا ليا طريقتي الخاصة في السفر. دلوقتي بس انا فهمت كل حاجة ولازم اتصرف. اظن الحلوة مبسوطة كده. سونا، ما انت شطورة اهو. البوليس مش علمكم كده؟ انا تموتي لازم تموتي. علمنا ازاي نمسك امثالكم وتاخد البلد وكده. دلوقتي جه الدور عليكي عشان تعرفي الضرب ازاي. ها؟ لغاية ما البوليس يخلص عليك انت. زي ما انتم شايفين دي خريطة جبل الدراسة، وبمراقبتنا للمكان عرفنا ان رجال العصابة مراقبة الجبل. المنطقة هنا فوق المقابر تماما. المساحة اللي تحت الكهف مراقبة من رجال العصابة. ده معناه ان احنا لازم نشتبك معاهم، يعني لازم نرسم خطة لاقتحام. التعليمات اللي وصلتنا من الجهات العليا هي ضرورة القبض على سونا وبأي ثمن، ومعاها فواز خان وباقي أفراد العصابة، وده لازم يتم قبل توزيع شحنة الهيروين. الإدارة طبعا مهتمية جدا بموضوع النقيب نورهان وبسلامتها، ولو بإذن الله تم إنقاذها ده هيبقى مكسب كبير قوي. ولو ما وفقناش لا قدر الله هتكون نورهان دفعت حياتها ثمن أداء واجبها نحو بلد، وطبعا كلنا لازم نفخر بيها، وشعارنا دايما الروح فداء في سبيل الواجب. بس اكيد يا فندم في وسيله نتسلل بيها للجبل. للاسف الشديد اي محاوله للتسلل هتكون مكشوفه ليهم. طب ما نستعمل يا فندم طيارات هليكوبتر للإبرار. الصوت يا سماره هيكشف العمليه كلها، وواضح طبعا ان سونا اختارت المكان بمهاره شديده جدا بحيث يصعب اقتحامه او التسلل فيه. اسمعني يا فندم، ايوه يا حسام. انا عندي خطه للوصول لسونا وانقاذ نورهان. عندك الدوار محدش يتحرك.
اللي مين؟ احنا اللي بيتقالكم انتوا اللي مين؟ زي ما انت شايف ميت واهله جايين يدفنوه. وعدم المؤاخذه يعني ما دفعتوش ليه بالنهار؟ ليه جايين تدفنوه بالليل؟ ايوه جايين تدفنوه بالليل ليه؟ هندفنه بالنهار ازاي اذا كان هو ما ماتش الا العصر؟ خلاص يعني مش قادرين تستنوا للصبح؟ مش ممكن طبعا، لاننا مسافرين بدري امريكا، قلنا ندفنه الاول هنا، لدرجه حتى ان انا ما قدرتش البس الاسود عليه. وبسلامته بقى يقرب لك ايه؟ اخويا الكبير فتشوا العربيات فتشوها كويس. فتشوا العربيات. تفتشونا وتفتشوا العربيات ده بتاع ايه يعني؟ معلش يا حلوه، اصل ولاد الحلال ما خلوش حاجه لولاد الحرام. انا مش فاهمه اي حاجه. مش ضروري تفهمي، ده اللي ما بيفهموش دايما بيعيشوا اكتر من اللي بيفهموا. انتوا مين؟ وبتعملوا ايه هنا؟ احنا هنا بقى يا حلوه عشان الحراسه. وبتحرسوا ايه بقى ان شاء الله؟ عشان نحرس الميتين لحسن حد يتراهم ولا حاجه. خليك تطلع كده، رجل تطلع كده. مفيش حاجة يا ريس. يعني كله في الامان؟ كله تمام؟ تمام التمام يا ريس. نوافق على دفنه يا عتوقه؟ ونكسب فيه ثواب يا معلم عباس. صحيح يا عتوقه، لحسن انا بقالي كتير ما عملت الثواب. انتوا ليكوا مدفن هنا؟ ايوه مدفن السلطان الطرابيشي. باشا؟ ايوه ده انت اللي باشا يا باشا. انت اللي باشا يا ابو غاشا. انتوا بتعملوا ايه؟ لا دايما الله الباقي في حياتك استهانم. حياتك الباقيه خد دول. عن الله 200 جنيه في ميت واحد. مسكتك يا حرامي، مستعجل على رزقك ليه؟ بس انا مش حرامي. لا حرامي وجيتك الميتين كمان. قول لي انت متخصص في ايه؟ الجماجم ولا الايدين ولا الرجلين؟ كله، وده بيبقى اغلى. النص بالنص ما تقلقش. عشان كده ما عنديش مانع. ابرس يا جميل. طب اقول لك ايه، ما تخلع دلوقتي وانا لما اخلص هنده عليك. لا يا اخويا، حكم انا عارفكم يا حراميه كتف الميتين، ما عندكوش ضمير ولا ذمه. ايوه بس انا خايف لا الطلبه يجوا يشوفوك يقلقوا، لا انت تكسب ولا نكسب. لا يا اخويا، انا مشهور عندهم، انا مشهور في كليه الطب، انا متخصص جماجم، حرامي جتت قديم معتق. صحيح. طب ما تستعجلش على رزقك، مستعجل على رزقك ليه؟ ايه ده؟ انا من قول برافو رحيم. ايه ده؟ الميت حي. مش قلت لك ما تستعجلش على رزقك؟ الميت حي. انا هتروح على لكن من هنا بقى سمارة. بقول لك ايه يا حلاوه، مش ترحل بقى وتتكل على الله وتلم في الدور. يا عم ابعد عني وايدك لا. اوعى ايدك انت. بقول لك ايه، المعلمه دي بتاعتي انا يا ابني، اتخن منك حاولوا ما عرفوش. اتكل على الله بالذوق. ابعد عني. ده انت باين عليك مش هتجيبها البر، هشرعك يالا. يا ابني ابعد عني. ده انت باين عليك لم يا ابن الجنيه. وكر الذئب ينادي، وكر الذئب ينادي. القط الازرق خرج من مدفنه ومستعد لصعود الجبل. حول. لحظه واحده. يلا ربنا يوفقك. ايه دنيا؟ ايه ده؟ عفريت. اتنين من القوات الخاصة يقتحموا المكان. تمام يا فندم. تعالى يا ساري يا التربي، تعالى يا عظيم.
يلا يلا. وكر الذئب ينادي، وكر الذئب ينادي. القط الازرق مسيطر على الموقف وطالع الجبل فورا. حول. يلا ربنا يوفقك. اي خطر هتلاقيني جنبك، ما تقلقيش. وكر الذئب تنادي، وكر الذئب ينادي. عملية وكر الذئب تتكلم، عملية وكر الذئب تتكلم. هتسمعي صوت طلقات رصاص دلوقتي. انا اللي هضرب عشان أأمن دخولك الكهف. حول. اديله ميه يا بنت الراوه. ايه صوت الرصاص اللي انت معاه ده؟ مش عارف مين فين؟ مش جايز واحد من رجالتنا شاف دي ولا تعرف ضرب عليه رصاص. اصحى معايا يا ابو الناس، لو في حد كده كان في خطر كان رجالتنا موتوه. يا رجاله انزلوا على الجبل، نشطوه كله، فتحوا عليكم كويس قوي. تعالى يا معلمه، يلا قاعد اهو، تعالى. عامله ايه يا حلوه؟ مبسوطه؟ حلاوتك يا جميل وانت في التعذيب كده. نورهان، فوق يا نورهان، فوق يا نورهان. انا تمارا. انا مش مصدقه نفسي ازاي اللي جابك هنا. مش ده المهم دلوقتي، المهم ان احنا نقبض على سونا واعوانها. خلي بالك العمليه مش سهله. النافيه كل اللي يهمها تنشر سموم في البلد. قصدك؟ ايوه، فواز خان على علاقه بناس منهم باع السموم لسونا بأرخص الأثمان عشان تنشرها وتضيع شبابنا. سافل المجرمين بيحاربونا بالسموم، لكن لازم هيقعوا في ايدينا. يلا يلا قومي عشان في قوة هتهاجم المكان بعد نص ساعة من دلوقتي. نزيني مش قادرة اسلك فيني. يلا. ايه ده حلوة؟ على فين يا طعمين؟ كنتوا فاكرين انكم ضحكتوا علينا بحكاية الميت والجنازة؟ انا قلبي كان حاسس ان الميت ده بوليس، بس انا عملت عبيط وسبت عباس يدفن الميت، وهو عباس اندفن هو راخر. عايز ايه؟
انا مش عايز منكم انتوا اي حاجه يا صميم. انا عايز شحنه المخدرات دي ليا انا، علشان كده اشتغلت مع البوليس. البوليس هيقبض عليكم كلكم وهيقتلكم وهيقبض على صونة وعلى فواز خان. ما هو يا حلوة انا بشتغل مع البوليس برضو، وشوية كده وشوية كده. وكر الذئب ينادي، وكر الذئب ينادي. الاتصال مقطوع من نص ساعة. القوات كلها تتحرك فورا. حول قدامي. حركة واحدة هطير دماغك. سيب السلاح وقوم قدامي. امشي قدامي. بيضربوا عليه النار. ده ضابط هوسات. احسن اهو وقع برجليه. سلموا نفسيكم، من مصلحتكم التسليم بدون اي مقاومة. المكان محاصر يا سونا من كل جهة. المجرمة بتقوم علينا وعايزة تهرب برا مصر بطيارة خاصة، لكن ده مستحيل. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ احنا واقعين في فخ، قوتنا بره ومش قادرة تدخل ولا تقتحم المكان. لازم ندخل عشان خاطر سلامتنا. يعني نستسلم؟ لا طبعا مستحيل. لازم نكسر الحصار اللي حوالينا ده ونخرج من الكهف اللي احنا فيه. يلا يلا تعالي هنا انت وهي. ما تخافوش يا حبيبي، انتوا والظابط حسين هتبقوا رهينة عندنا لحد البوليس ما ينفذ طلب. دلوقتي الثلاثة بقوا في ايديهم، وده اللي انا كنت خايف منه. طب والعمل يا فندم؟ سيبوا المعلمين الكبار ينزلوا الجبل ومحدش يقرب لهم. عايزة طيارة هليكوبتر اسافر انا واللي معايا. قدامكم نص ساعة والا هقتل الثلاث ضباط اللي عندي. ادينا فرصة يا سونا علشان نبلغ طلباتك للداخلية من غير ما تأذي اي حد من ضباطنا. انا مش عايزة كلام، قدامكم نص ساعة مفيش اكتر من كده. أتسند فوق الجبل من غير ما رجالة سونا يشوفوني، يمكن أقدر أعمل حاجة. بس ده هيكون في خطر عليك. خطر يا فندم إني أفضل ساكتة كده وهي مهدداهم، بس اللي برجوه يا فندم إني أوصل قبل ميعاد المهلة ما تفوت. ما انا خايف ياخدوك انت كمان رهينة. مفيش قدامنا يا فندم غير إن إحنا نهاجمهم. حياتنا يا فندم مش أغلى من حياة آلاف الشبان اللي دمرتهم الحشيش والمخدرات. أرجوك يا فندم. طب استني شوية. فات من الوقت ربع ساعة مفيش أي أخبار. رد عليا. احنا اتفقنا على نص ساعة وممكن نمد نص ساعة كمان ما دام هنفذ لك طلباتك. روحي. ولا نص ثانية.
جميع القوات تقتحم المكان.